أغرب لقطات جابتها الكاميرا بالصدفة. شد الأحزمة واتفرج الفيديو للنهاية وهتسخسخ ضحك. أدي آخرة الاستعجال. هنا بقى أيا يكن اللي بتفكر فيه حضرتك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ بوظت الجراج. هنا لما تكون شغال بنفس تحب تعمل حركة كده خزعبلية فتنزل على دماغ أختها في الآخر. وهنا لما تكون مستعجل وتنسى تدوس فرامل الهاند. البس بقى. هنا بقى هو بيحاول يدوس على الهاند بس بعد فوات الأوان. لما يكون أول يوم ليك في شغلانة وأنت لسه بتتعلم. قلنا 100 مرة سواقة ستات خطر على البشرية. المشهد ده كفيل يغير مود أي حد. هنا بيعملوا ألعاب نارية عادي جدا. المشكلة بقى إن في صندوق مليان بالألعاب النارية فرتك الدنيا خالص. أنا حاسس إنه عايز يعمل حركة حلوة. أنا حاسس. لا مش كده خالص. وده لما يكون صاحب البيت سكران نيلة ومش عارف يطلع المفتاح. حلوة أوي الحركة دي. وده حرامي مستني الناس تخرج عشان يشد الشنط منهم بس أعصابه سايبة خالص. قلنا الهند، قلنا تشدوا الهند. أو الباب اتعمل بفتيك أهو. وهنا الجماعة دول طالعين عند صاحبهم، بس أكيد حصل المشهد ده مع حد فيكم قبل كده والكلب طلع يجري وراكم. لولا إن صاحبه جه كان زمانهم اتفرتكوا. الشنطة دي كده كده تبقى حظ الحرامي. كويس انه لحقها. من حقك طبعا من حقك انك تقعد تستريح بس ما تستريحش قوي يعني. نو 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 نو. الشاب ده شكله شايف شغله. هو فعلا شايف شغله بس مش شايف تحت رجله. بص تحتك. وهنا لما تكون مش طايق حياتك خالص لولا ان الكاميرات جابته مضيع يجي 40 شاشة مكسره فرتك المكان كله الجاحد ده. وهنا لما تاخد عربية ابوك انت والمزة والعربية تتدغدغ زي ما انت شايف كده. الحل بقى ان انت تبقى تطلع السمكري اللي جواك. لازم تطلع السمكري اللي جواك وتقعد تشد